بشرتِك فيها حبوب تحت الجلد ومسام واسعة، فخلّيني أقول لِك إنِّك بتغسلي وشِك غلط، ده لإن الغسول العادي مش كفاية إن هو يدخل جوّه المسام ويشيل بقايا الsunscreen والmakeup والدهون الزيادة اللي في المسام، فهنا بييجي دور الoil cleanser وهو وظيفته إن هو يدوّب الدهون والرواسب اللي جوّه المسام، فشكل المسام يبدأ يبان أنضف وأصغر. أنا باحب أستخدم الoil cleanser من دكتور إلفيش كأول خطوة في الروتين الليلي بتاعي، باحطه على بشرة جافة تمامًا وأبدأ أدلكه بحركات دائرية لحد ما يدوب كل الsunscreen والmakeup. أول ما باشطفه بالمَيّة بيتحول لقوام أبيض خفيف وبعدها بيتغسل بسهولة جدًا. تحديني باستخدمه بقى لي فترة كبيرة وهو قرّب يخلص والحمد لله طول الفترة دي ما طلّعليش حبوب ولا حصل لي منه أي irritation وده لإن فيه سيكة بتهدّي البشرة. بعدها باغسل وشي بالغسول المائي العادي بتاعي خالص، ومن وقت ما بدأت أعمل الdouble cleansing وفعلًا بدأت أحس إن بشرتي بقت نضيفة، الحبوب تحت الجلد قلّت جدًا، المسام بقت أنضف وحتى ملمس البشرة بقى أنعم. اعملي follow عشان أوفّر عليكِ فلوس وشهور تجارب ومنتجات كتيرة ما لهاش أي لازمة.